طيب يا شباب، الفيديو السريع ده كده يا جماعه عباره عن نصيحه بناء على شيء كده احنا لمسناه في الكام يوم اللي فاتوا. لوحظ يا جماعه في الكام يوم اللي فاتوا ان كتير من الطلبه عندها حاله من الوهن والضعف، وبعض الناس للاسف انا بقيت اشوف الكلام ده، فانا الشيء اللي بلمسه لازم اطلع اتكلم عنه. في حاله كده من التراجع، وبعض الناس محبطه، وبعض الناس تحس ان المشوار طال عليها واحنا لسه ما وصلناش لنص السنه، ودي مشكله كبيره. مشكله ايه؟ مشكله ان انا دلوقتي وانا لسه ما وصلتش نص السباق، حاسس الناس ايه؟ مش مركزه. يعني تخيل مثلا من يومين واحد بيسال يا جماعه هو الباب الثالث بدا، واحنا مثلا بقالنا اسبوعين بادئين الباب الثالث، ده ادينا حصه وادينا المحاضره الثانيه كمان نزلت، وناس لسه ما تعرفش يقول لك انا ما خدتش بالي. طبعا يا جماعه انا مدرك تماما ان الايام عماله تمر عليك سراعا بسرعه، ده شيء انا يعني موقن منه، وده بيحصل معايا انا كمان، لان انا بص ما بصدق اروح اخلص الف ارجع اسافر القاهره ارجع تلاقي الاسبوع لف. يا جماعه اين العمر انا لا اراه؟ حبيب قلبي، الموضوع محتاج منك حاجتين. اولا قرب الى الله سبحانه وتعالى، قرب لربنا شويه عشان ما تحسش بالخوف، عدم الطمأنينة اللي الناس فيه ده يا جماعه، لان الناس صدقني في كتير من الاوقات بعيده عن ربنا مش مقربه، وطول ما انت بعيد هتظل خايف. دي حاجه. الحاجه رقم 2، طول ما انت قريب من ربنا يا راجل يا طيب، ربنا سبحانه وتعالى اساله العون هيعينك. اقف بباب ربنا والجا اليه، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك. كفايه بس شعور الاطمئنان بقربك لربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى قريب منك. ربنا قال كده: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فانت عايز ايه تاني؟ فخد بالك من الحته دي، لان انا شايف كتير من الطلبه بدات كده بص تحس ان الخطى مش خطى واثقه، وانا ما احبش ان السلوك ده يظهر في طلابي. بالعكس، احنا خطانا باذن الله تعالى خطى واثقه. بدانا شغل جديد، ابدا بكل قوه. بالعكس، ده انا مع بدايه كل باب يا راجل يا طيب، فاكر انت الجمله الشهيره ابدا بقوه بنيه جديده. يعني ايه بنيه جديده؟ ان كان في تقصير في اللي فات، دع التقصير فيما مضى. القاعده دايما بقولها كده والله، ودي قاعده الواحد ماشي بيها نهج في حياته: كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الاحسان بالاحسان. يا راجل يا طيب، فانت وانت بتشتغل مفيش حاجه اسمها انا محبط. لا يا جماعه، مش هنفضل كل شويه نقول الكلام ده والناس تقول لي طب انا بشتغل انا بعمل ايه؟ وقلت لك اكتر من مره، حتى لو انت كان عندك تقصير في اللي فات وبدات الحمد لله ربنا اكرمك ومن عليك بالهدايه والثبات والصحبه الصالحه اللي تعينك على العمل الصالح، وجيت حسيت نفسك بتقع او حسيت ان لسه مفيش نتيجه، اوعى تتعجل الحصاد. بتزرع النهارده وعايز تحصد بكره. لا مفيش كده. انا هفضل ازرع وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع هذا التعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا اكتر من مره: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ماله بقى ان يقوم الا يقوم حتى يغرسها اغرسها. عمل صالح اعمله، تعب وعباده ومذاكره اعمله، اجتهد واعمله. ما تقولش ملوش نتيجه. بالعكس، المحبطين والمثبطين والشيطان هم اللي بيقولوا لك ان هي ملوش نتيجه. قسما بالله ليه نتيجه. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة يا راجل مش عمل، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، مالها؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل وقت. دي كلمة. فبالك بعملك الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى هيأجرك عليه في الدنيا والآخرة. ما تقوليش أنا مكسل أبدأ، ولا متأخر في إن أنا أبدأ، ولا مش واخد بالي. مش واخد بالك دي معناها إن في تقصير في شغلك. فأوعى الشيطان والصحبة السيئة للأسف تاخدك لاتجاه مش صحيح في التوقيت ده. لا يا جماعة، خليك على الطريق الصح، أكمل على طريقك. نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعينكم ويوفقكم وياخد بايديكم دايما يا جماعه الى سبيل الحق وطريق الرشاد. وباذن الله يا جماعه دايما والله العظيم يا ابني كن مع الله. يعني انت وانت ماشي خليك قريب من ربنا. صدقني لا شيطان هيعرف ياخدك ولا صحبه سيئه، لانك خد بالك كل ما هتروح معاهم لا هتلاقي نفسك بترجع لطريق الحق. ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك، مش هيضيعك. هو ده المطلوب منك، وباذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يثبت دايما على الحق خطاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.